السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال وراحة بال يا رب العالمين. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل مع حضراتكم فطائر جميلة جدا، سهلة وبسيطة، وحتى لو اول مرة تعمليها هتنجح معاكي من خفتها وسهولتها. انا سميتها بصراحة فطائر الريشة، طعمها حلو قوي، وهقول لك كمان بدائل للعجينة واحنا شغالين مع بعض. بس عشان ما نطولش الفيديو يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض خطوة بخطوة. معايا كوباية من الزبادي، ضفت عليهم معلقتين من السكر ومعلقة ممسوحة كبيرة من الخميرة الفورية. هفك الزبادي مع السكر والخميرة لحد ما يدوبوا تماما. دلوقتي هبدأ ان انا اضيف بياض بيضة، وطبعا هركن الصفار على جنب لان هنحتاجه في الفطائر بتاعتنا النهاردة. هبدأ ان انا افك برضو بياض البيضة مع بقية المكونات. البديل لكوباية الزبادي هي كوباية من اللبن الرايب او اللبن الفريش او المية. معايا كمان ربع كوباية من الزيت، بديل الزيت ربع كوباية من الزبدة او السمنة زي ما تحبي، بس انا النهاردة فضلت ان انا اعملها بالزيت، بديها خفية وطراوة جميلة جدا. هبدأ ان انا دلوقتي اضيف معلقة كمان كبيرة من البيكنج باودر. لو مش عايزة تستخدمي البيكنج باودر ممكن تضيفي معلقة من الخل، هما الاتنين بيشتغلوا كمحسن للعجين. وما ننساش ربع معلقة من الملح. بعد كده فرشت المفرش طبعا عشان هعجن، فمش عايزة بعد ما ابدأ في العجن ان انا افرشه. فدلوقتي معايا 5 كوبايات من الدقيق، انا مستخدمه دقيق جميع الاغراض للفطائر الهشه النهارده، جميله جدا وقطنيه، وممكن كمان تشتغلي بيها في اي حشوه. يعني من الفطائر النهارده سهله وبسيطه ومش هتحتاج منك تخمير كتير، لان هي بسم الله ما شاء الله بتخمر بسرعه قوي. وكمان مش هتحتاج منك اي، ممكن بواقي التلاجة كمان تحشيها فيها. طبعا ما ضفناش اي سوائل غير كوبايه الزبادي اللي في الاول. فمعايا دلوقتي كوبايه من الميه جنبي. العجينه طبعا لسه ناشفه، فبضيف شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا وتبقى طريه ومطاطيه. ال5 كوبايات من الدقيق خدوا معايا كوبايه من السوائل، بيفرق طبعا من دقيق للتاني كميه السوائل. هعجن بقى العجينه، مش هضيف عليها اي حاجه غير لما اشوف هتحتاج ولا لا. هي خدت معايا كوبايه كامله من الميه اللي من الحنفيه، مش ميه دافيه ولا حاجه. زي ما حضراتكم شايفين العجينة لسه بتلزق، وكمان بتلزق في المفرش السيليكون زي ما هو موضح. بس هي مش محتاجة دقيق ولا محتاجة اي اضافة، هي محتاجة بس تتخدم في العجن شوية. هتشوفوا دلوقتي ان هي هتبدأ تلم من المفرش وتبدأ ان هي تنعم، وتسيب والعجينة كلها تختفي من المفرش اللي انا بعجن عليه. اهي بقت ناعمة. ما تسيبيش العجينة من غير ما تلاقيها مطاطية وطرية بالشكل ده، عشان تنجح معاكي ان شاء الله وتطلع معاكي تحفة. اهم حاجه في نجاح الفطائر بتاعتنا النهارده العجن. لو عندك عجان طبعا هتعجنيه برضو في العجان لحد ما تبقى طريه ومطاطيه. حطيت في البوله معلقه زيت ونزلت عليها العجينه، وضفت على وشها من فوق معلقه زيت، وهغطيها بنايلون لحد بس ما ابقى جهز لها العجينه. هريحها بس ربع ساعه، مش هسيبها تختمر ولا حاجه، هريحها ربع ساعه. وفي المرحله دي انا شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 200 او درجه حراره عاليه، علشان الفطائر والمخبوزات عامه بتدخل على فرن عالي. بعد ما ريحت العجينة ربع ساعة هبدأ ان انا اجيبها واخرج منها الهواء، والمها كده وانزلها علشان ابدأ اقطعها لقطع متساوية. لازم تجربوا العجينة دي يا جماعة، جميلة جدا وطعمها حلو قوي. والاحلى كمان ان انت ممكن تحشيها اي حاجة. مقادير العجينة بالجرام وبالكوب هسيبها لحضرتك تحت الفيديو. كلمة المزيد هتضغطي عليه هتاخدي سكرين للمقادير بالكوب وبالجرام. بس حضراتكم طبعا عارفين ان انا دايما بحب اشتغل بالبركه كده وبالكوب، بس في متابعين بيحبوا يطلبوا المقادير بالجرام، فانا سايبها لكم بالطريقتين ان شاء الله تحت الفيديو. هقطع العجينه بعد ما خرجت منها الهواء، هي ناعمه وجميله جدا. قطعتها لقطعتين، وبعدين كل قطعه هقطعها ست قطع. يعني انا هعمل من ال5 اكواب هعمل 12 قطعه. طبعا انتوا ممكن تعملي اصغر من كده. انا النهارده هحشيها بالجبنه، ممكن تقطعيها لاكتر من 12 قطعه، بس انا عاملاها حلوه كبيره يعني، إيه، مش صغيرة زي ما شفتوها كده معايا في أول الفيديو. لو عايزة تصغريها طبعا هتقسمي الكورة دي قطعتين، يعملوا معاكي أكتر من 12 طبعا. هبدأ إن أنا أكورها كده، وبرده كل مرحلة بسيبها ترتاح، مش بسيبها تختمر ولا حاجة. أنا معايا هنا جبنة فيتا، كان عندي كذا نوع من الجبنة الفيتا، خلطتهم على بعض وسبتها في مصفى تنزل كل السوائل اللي فيها. لو هتستخدمي جبنة براميلي هتستخدميها من العلبة على طول، لكن الجبنة الفيتا بيبقى فيها مية وسوائل، ما ينفعش نحشي بيها خالص غير لما تبرد بره التلاجة وتنزل كل السوائل بتاعتها في مصفى. تقدري بعد كده تستخدميها للحشو.
لكن لو عندك جبنه براميلي عادي ما فيهاش اي حاجه، لكن السوائل اللي في الجبنه الفيتا هتبوظ معايا العجينه، فعشان كده لازم اصفيها. دي مرحله مهمه جدا لازم تاخدي بالك منها لو هتحشي من الجبن، لو هتحشي جبنه فيتا. ممكن كمان تضيفي عليها حبه البركه او سمسم او لانشون متقطع او سوسيس. بس يفضل في العجينه بتاعتنا النهارده ان انت تستخدمي اي حشوه مستويه، ما تستخدميش حاجه نيه. يعني ما تحطيش لحمه مفرومه متبله، لان العجينه سهله جدا ان هي تستوي بسرعه، فما ينفعش نستخدم فيها اي حشوات نيه، لازم نستخدم فيها حشوات مستويه. دي ملحوظه برضو مهمه. حطيت قطعه من الجبنه كده على طرف العجين، وهبدا ان انا اعمل فيها خطوط مش يعني مقفوله في نص العجينه، مش هفصل العجينه لاخرها باي حاجه، بقطعه بيتزا باي بسكينه باي حاجه. المهم ان انا هقفل الرول على الجبنه بالشكل ده، وبعدين هكمل شكل الفطيره بتاعتي لاخرها. بتدي شكل حلو قوي قوي بعد الخبز كمان، شكلها جميل جدا ويفتح النفس بالطريقه دي. طبعا انا عاملاها حجمها كبير، بس اللي بياكلها طبعا بيقسمها. عايزه تعمليها اصغر من كده مفيش اي مشكله. بفردها بالشكل ده، هي سهله وما بتمطش معايا لان العجينه مرتاحه. زي ما قلت لحضراتكم احنا مش بنخمرها، احنا بنريحها بس ربع ساعه بعد ما عجناها لغايه ما نجهز الحشوه، وبعد ما قرصتها يعني قطعتها قطع متساويه بريحها برضو ربع ساعه كمان، وببدا ان انا هاخد من اول قطعه قطعتها. حشو الجبنه ده انت زي ما تحبي، عايزاها كتير عايزاها قليله، الاضافات دي بتاعتك انت، بس انا كان المتاح عندي ده فعشان كده اشتغلت بيه الفطائر النهارده. ممكن كمان تحشيها شوكولاته هتبقى برضو ممتازه. المهم انك تقفلي على العجينه، تقفلي العجينه على الحشوه، تضغطي عليها كده، وهي سهله التعامل معاها جدا، عجينه سلسه وبصراحه حلوه قوي قوي. ان شاء الله هكررها مره تانية بس مع حشوه مختلفه. وبعدين هعمل عليها فتحات من النص، مش هوصل الفتحات للاخر، صغيره كده بتدي شكل حلو قوي للفطائر، وبتبقى زي ما قلت لحضراتكم تفتح النفس، وكمان بيبقى شكلها جميل جدا. بعد الخبز هيطلع شكلها حلو قوي. ممكن كمان بعد ما تعمليها كده تقومي قسمها 2 قبل ما تحطيها في الصاج. خلاص حضراتكم عرفتوا الفكرة، هبدأ انا اكمل بنفس الفكرة بس اسرع شوية علشان اخلص كل الكمية اللي معايا. بسيبها بقى بعد كده في الصينية تختمر شوية. هي على طول طبعا الجو حر جدا اليومين دول، اللهم اجرنا من نار جهنم جميعا. فالعجينة اللي فيها خميرة بتخمر بسرعة، فما بتحتاجيش ان انت تسيبيها بقى تاخد وقت وتغطيها. يا دوب انا على ما خلصت اول صينية لقيتها خلاص يعني اختمرت خالص. الفطائر بتدخل على فرن سخن درجة حرارة 200، ما بتاخدش فرن هادي خالص علشان بتستوي بسرعة، لو دخلتيها فرن هادي هتنشف معاكي جدا. ده بقى صفار البيضة اللي احنا خدنا البياض بتاعه في الاول مع المكونات، قلبته كده بمعلقة مية عشان يفك معايا ويبقى سهل ان انا ادهن بيها وش الفطائر، برضو عاطيه لون حلو. ممكن كمان ان انت ترش عليها سمسم او حبه البركه زي ما تفضلي. هي اصلا جميله وعجينتها سلسه. وبدائل الزبادي قلتها لحضراتكم اللي هي اللبن الرايب او الميه او الزبادي، زي ما انا استخدمت الزبادي او اللبن الرايب او الميه او لبن فريش زي ما تحبي. لو لبن قطع عندك هيبقى برضو حلو قوي. بدخلها على الشبكه وبسيبها لحد ما تاخد اللون الحلو ده. لو الفرن بتاع حضرتك مش بيلون من فوق، بعد ما تلاقيها اخدت لون من تحت حلو كده، افتح عليها الشوايه لحظات بسيطه هتلون بسرعه جدا. بتقعد في الفرن من 15 ل 20 دقيقه. بصوا طريه وهشه، يعني مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي وريحتها عامله ازاي، سخنه وجميله. ولما تحفظيها كمان استني لما تبرد خالص ولفيها في اكياس وحطيها في الفريزر، طلعي بقى منها في اي وقت، طعمها حلو قوي. ونوعي في الحشوات بقى، بصوا جميله جدا بصراحه، طعمها لا يقاوم. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي بالطريقه دي، سهله جدا يا جماعه وبسيطه. ونوعوا بقى في الحشوات، معاكم الفكره اهي، اشتغلوا بيها براحتكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه، وان شاء الله نتقابل في وصفات تانية باذن الله في حفظ الله ورعايته.